الحياة في الأرياف دايما بيبقى ليها طابع خاص. كل قرية وليها سلوها وطريقتها وعوايدها المختلفة. القرية اللي أنا عايش فيها كانت من القرى اللي رافضة أي شكل من أشكال التغيير أو التحضر اللي ممكن يخليها تفقد جزء من كرويتها. نفس العادات والتقاليد، نفس الأساليب، نفس الناس ونفس الحكاوي، يمكن من أول ما ظهرت على الخريطة لحد دلوقتي. المدارس والمستوصف ومكتب البريد ومحطة البنزين على أول البلد ناحية الطريق. جوه البلد في الزراعات وبيوت الناس وبس. واحنا صغيرين كانوا بيركبونا عربيات كار وتطلع بينا لحد أول البلد علشان المدارس. بس لما كبرنا شوية بقينا نروح بالعجل. الطريق كان بيبقى طويل، بس الزراعات اللي عينك عليها طول ما انت ماشي في الطريق الصغير اللي بينها بيخليك ما تحسش بتعب الطريق. طبعا بعد ما بنرجع بنكون هلكانين، يدوب ناكل ونخلص المذاكرة اللي عندنا وننام بعد العشاء. بس في الأجازة كنا أنا وصحابي ساعات بنكسر المتعودين عليه ونقعد مع بعض شوية عند الترعة بالليل. بعد ما اليوم بيخلص من شغل في الغيط وقعدة أبويا وعمامي بالليل في الدوارة عندنا، وأمي مع باقي الحريم في المطبخ، وأنا بقى حلقة الوصل ما بين المطبخ وقعدة الرجالة. تعالى يا علي خد صينية الشاي، رجع صينية الشاي، خد صينية الشاي، رجع صينية الشاي. اللي ما يعرفش، الشاي هنا بيتشرب كل ربع ساعة تقريبا، وفي كوباية صغيرة قوي، يدوب شفطتين والكوباية تخلص. عشان كده مشاوير الصينية بتبقى كتير. بس أنا أصغر الرجالة اللي قاعدين لأني لسه عندي 17 سنة، وعشان كده أنا اللي كنت بقوم بدور الصينية ده. المهم إن الهيصة دي بتخلص لما أذان العشاء يأذن. الكل بيقوم، الرجالة بتطلع الجامع عشان تصلي العشاء، والحريم بيرجعوا على بيوتهم ومعاهم العيال. بعد ما الصلاة بتخلص نص ساعة وما بيبقاش فيه صريخ ابن يومين في البلد كلها، كله في البيوت وغالبا نايم لأنها بتبقى ضلمة. الكشك والبقالة والحلاق والعطار والراجل اللي بنصلح عنده العجل بيقفلوا. الكشافات اللي في الشارع بتطفي. وطبعا كان ده بيبقى أحسن وقت ننزل فيه أنا وصحابي. بتحس إنك ماشي في البلد كلها لوحدك. عارف اللعبة لما بطاريتها بتخلص؟ المنظر كان بيبقى كده تقريبا. كل حاجة كانت عايشة وفيها دوشة وأنوار وأصوات عيال بتلعب في الشارع وصوت ضحك الرجالة العالي. كله مفيش، هدوء بس. نزلت من البيت من غير ما حد يسمع لي يحس. طلعت بره لقيت أصحابي مستنييني، هم 4 غيري. أنا كنت جايب كيزان الذرة وشايلهم معايا في شوال صغير، وواحد فيهم جايب براد شاي. من غير تفاصيل كتير كنا جايبين كل لزوم السهرة بتاعتنا. وصلنا المكان بتاعنا المتعودين نقعد فيه، بس المكان كانت ريحته صعبة قوي. كانت فيه جثة حيوان مرمية بقالها فترة لحد ما عفنت. طبعا ما قدرناش نقعد، وفضلنا واقفين وكل واحد فينا حاطط ايده على وشه عشان يمنع الريحة. بصينا لبعض، طبعا مش هنقعد هنا، وبجد عايزين نبعد عن المكان ده، الريحة قوية وصعبة جدا. اسماعيل اقترح اننا نغير المكان وقال لنا ايه رأيكم نروح ارض الغربان. قلنا له لا طبعا، محدش من البلد بيستجري يقرب هناك بالليل، انت اتجننت؟ لا ما اتجننتش، اي منها قعدة وتغيير ومنها مغامرة، وبعدين مصلحة ان محدش بيحب يروح هناك بالليل، يعني كمان استحالة حد يشوفنا ويقول لأهلنا. ولا انتوا بتخافوا وبتصدقوا كلام الحريم في الدوارة عن الارض دي؟ جملته الأخيرة خلتنا كلنا من غير ما تحس نتسابق في اننا نقول له موافقين طبعا، وانه مش فارق معانا، واننا شجعان قوي ومش بنخاف. بس انا من جوايا كنت بجد خايف وقلقان، مش مرتاح. بس ما ينفعش اطلع انا الوحيد في النص واقول لهم اني مش موافق، هيفضلوا يعايروني بيها عمري كله. فضلنا ماشيين وراه لحد ما وصلنا عند اطراف الترعة تقريبا. المكان كان مقطوع. وصلنا عند الزراعات بتاعت ارض الغربان. الزراعات دي محدش في البلد كلها يعرف بتاعت مين بالظبط. بيقولوا انها الواحد من الاعيان اللي مش بيحب يجي كتير. الناس بتشتغل في الارض دي الصبح وبيمشوا على العصر، والمكان هنا ما بيبقاش فيه مخلوق لانه على اطراف البلد، وفي زي فيلا صغيرة دايما مقفولة وضلمة عند طرف الارض. بصينا لاسماعيل اللي كان على وشه مزيج من الشعور بالنصر انه حقق اللي عايزه، وشعور بالحماس انه كسر الرهبة اللي جواه من المكان هنا. قعدنا ولعنا في قوالح الذرة
وحطينا البراد عليها وبدأت السهرة. مع الوقت فعلا كنا نسينا احنا فين، كنا بنضحك ونهزر، ما كناش مركزين مع الأرض ولا مع المكان كله، لحد ما أحمد هو اللي اتكلم. أنا مش عارف ليه مش حاسس إني مرتاح، وبجد عايزة أمشي. يا أحمد ما احنا قاعدين بقالنا فترة ومفيش حاجة حصلت. مش عارف، أنا خايف لا يطلع الكلام اللي بيقولوه صح، وإن الناس اللي بتختفي من البلد يكونوا بيتخطفوا وبيتقتلوا جوه في المكان ده. بطل كلام الحريم ده، وبعدين ما كلنا مع بعض، مفيش حد فينا هيسيب التاني. أنا أمي كانت بتحكيلي إن الفيلا دي كانت بتاعت واحد من الأعيان الكبار قوي، وإنه مات وكان عنده ولد وبنت، بس الولد كان ظالم، أقنع الناس إن البنت ماتت واستولى هو على كل حاجة، وحبسها في أوضة صغيرة تحت السلم من غير أكل ولا شرب لحد ما ماتت، والغربان هي اللي كلت جثتها. ولما الريحة فاحت من الفيلا، أهل البلد طلعوا جثة البنت ودفنوها، وكان متاكل منها كتير. ودفنوها فين؟ في نفس المكان اللي انت قاعد فيه. قمت نطيت من مكاني، ولما لقيتهم كلهم بيضحكوا نزلت فيه ضرب لما قال يا بس. وعدى الوقت بسرعة، وقلنا كفاية كده عشان لسه طريق الرجوع طويل. لمينا الحاجة ولسه هنقوم، حاجة مرة واحدة خبطتني من ظهري ووقعتني على وشي على الأرض. طبعا أصحابي اللي كانوا لسه معايا في ثانية واحدة جري وما لقيتش حد فيهم. أنا نايم على وشي على الأرض خايفة أقوم أشوف إيه اللي عمل فيا كده، بس ما كنتش محتاجة أشوفه لأني سمعت صوته. كان واقف على شجرة قدامي بشكله الكئيب الأسود، وعمال ينعق بصوت الشؤم ويبصلي. كان باصص ناحيتي بتحدي غريب. سندت على ايدي ولسه هحاول اقوم، طار بسرعة وخبطني في راسي وقعني على الارض تاني، ولف ووقف على الشجرة اللي قصادي. عرفت اني ما ينفعش اقوم، ما ينفعش اصلب طولي وامشي زي البني ادمين. بدأت ازحف على الارض، كنت بزحف وبرجع بجسمي لورا عشان ابعد بعيد عني، لغاية ما حسيت بحاجة واقفة على ظهري. بقوا 2 3 5، أكيد أكتر من 5. كنت حاسس بحوافرهم وهي بتتغرس في لحم ظهري عشان يثبتوا نفسهم وهم واقفين. أنا ثبت في مكاني، جسمي بيرتعش من الخوف. يا رب أصحابي اللي جريوا دول يكونوا راحوا يندهوا حد يلحقني، وما يكونش كل واحد فيهم روح ونام. أنا مش عارف أعمل إيه. ببص بطرف عينيا جنبي، لقيت قوالح الذرة الولع، وعلى الأرض جنبها كان في عصاية كبيرة اللي كنا بنقلب بيها القوالح. من غير ما أحرك راسي أو جسمي بدأت أسحب العصاية ناحيتي بشويش لغاية ما مسكتها. اللحظة الجاية ما ينفعش فيها أي تردد. مرة واحدة ضربت قوالح الذرة الولعة بالعصاية، طيرتها في الهواء مع الشرارة اللي طالعة منها، وقمت بسرعة وطلعت أجري بأقصى سرعة عندي، بس ملحقتش. سرب كامل من الغربان كان واقف على الأرض قدامي، وكلهم باصين في اتجاهي وثابتين. المنظر كأنه في كابوس. أنا وقفت بسرعة لدرجة إني كنت هقع. وقفت أنا كمان باصص لهم. هو في إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ الغربان دي جت منين وبتهاجمني ليه؟ بدأت أرجع بشوش لورا لغاية ما حاجة لمست رجلي. سرب الغربان ما كانش قدامي زي ما أنا كنت فاكر. سرب الغربان كان حواليا وأنا في النص. وقفت وحسيت بمناقيرهم بتزقني من ظهري في نفس الوقت اللي الغربان اللي قدامي بدأت توسع لي ممر في وسطها عشان أمشي فيه. الممر كان بيدخلني جوه زراعة أرض الغربان أكتر. أنا طريقي اللي أنا عايزه عكس الاتجاه ده، بس ما كانش بإيديا حيلة. مشيت في الطريق اللي هم حددوه لحد ما لقيت نفسي واقف قدام باب الفيلا. الباب اتفتح لوحده، والغربان زقوني من ظهري بنفس الطريقة عشان أدخل، بس أنا ما كنتش راضية أدخل. لما الباب اتفتح ما كنتش شايف جوه الفيلا غير ضلمة، سواد. لا، مش هدخل.
لما الغربان زقوني وانا فضلت واقف مكاني، الزق اتحول لنقر. دخلت، واول ما دخلت الباب اتقفل وسمعت صوت قفل بيتقفل على الباب. الصوت كان جاي من بره الفيلا مش من جوه. في حد حبسني هنا قاصد وهو دلوقتي بره. الدنيا كحل جوه الفيلا، مفيش غير نور بسيط من نور القمر داخل من الشبابيك. لما عينيا خدت على الضلمة جوه المكان، اللي قدرت ألمحه إن الأرض كانت مليانة غربان، وإن الفيلا واسعة جدا من جوه ومفروشة، بس العفش كله متغطي بملايات. أنا كنت واقف مكاني على المدخل بحاول أفكر هعمل إيه. مشيت بشويش وأنا بزق الغربان برجلي عشان أعرف أمشي. كنت عايزة أروح عند أي شباك وأحاول أفتحه وأهرب. الغريبة إن الغربان لما كانت رجلي بتيجي جنبها كانت بتتحرك من مكانها عادي، وهي مسالمة جدا. وصلت عند الشباك ومن كتر الصدى اللي عليه مش بيفتح. فضلت أدق عليه بإيدي عايزة أكسر القفل بس مفيش فايدة. رجعت لورا أدور على أي حاجة تنفع إن أكسر بيها إزاز الشباك، بس مرة واحدة كل ستاير الشبابيك نزلت عليها، والغربان كلهم في نفس واحد كانت بتنام. صوتها كان صعب جدا، وبالذات مع الضلمة وريحة التراب اللي مليان المكان. حطيت ايدي على ودني، كنت حاسس ودني هتتخرم من الصوت. وزي ما كلهم بدأوا مع بعض، كلهم سكتوا مرة واحدة مع بعض. شلت ايدي من على ودني ببطء. فجأة لقيت نور نور في المكان. رفعت راسي لقيت شمعدان كبير على الأرض، والشمع اللي كان فيه كله منور. منظر العفش المتغطي مع نور الشمع الأحمر اللي بيرقص كان مهول. تحس ان الضلال اللي بترقص على الأرض ان المكان فعلا فيه أشباح بتتحرك. نور الشمعدان ما كانش جايب لآخر الصالة، الجزء اللي جوه كان غرقان في سواد، وجايب يدوب جزء من السلم للدور الفوقاني. الغربان كانوا كتير قوي، بس كانوا كلهم متجمعين جنب الحيطان في المكان كله، لدرجة انهم كانوا بيزقوا بعض عشان يلزقوا في الحيطة اكتر. هو مين اللي نور الشمعدان؟ اتكلمت لأول مرة وسألت، هو في حد هنا؟ في حد عايش هنا؟ من زمان قوي. أول ما اتكلمت كل الغربان وقفت ووطت راسها في الأرض في مشهد أنا عمري ما شفته في حياتي كلها. انتي مين؟ وبتعملي ايه هنا؟ بالظلم اتحبست في بيتي هنا. انتي فين؟ أنا مش شايفك، وطالما ده بيتك اتحبستي فيه ازاي؟ أنا هنا وراك. اتنفضت في الهوا من الخضة وبصيت ورايا، لأن فعلا الصوت كان قريب جدا من ودني وجاي من ظهري، بس ما لقيتش حد. خايف ليه قوي كده مني؟ أنا لو عايزة أذيك كنت أذيتك. تأذيني ليه؟ أنا ما عملتلكيش حاجة. كنت بتكلم وأنا بتلفت حواليا في كل اتجاه، لأن صوتها كان جاي من كل اتجاه. وبعدين شفت ظل بيكبر قدامي على الحيطة، فعرفت إنها في ظهري دلوقتي. اتدورت بسرعة، شفتها لابسة اسود زي الغربان اللي في كل حتة، مدياني ظهرها. كانت قاعدة على الأرض وبتقوم تقف بشويش، شعرها اسود طويل. أنا ثبت في مكاني وأنا باصص عليها. قامت وقفت وبدأت تتكلم وهي لسه مدياني ظهرها. بتحب الغربان؟ تعرف إن الإنسان هو أكتر مخلوق ظالم؟ أنا عايزة أمشي من هنا. الظالم لازم يتظلم. في اللحظة دي فردت ايديها جنبها وطلع لها ريش اسود بسرعة من دراعتها، وحركت جناحاتها جامد قبل ما تطير لفوق ونور الشمعدان يطفي. فجأة كل الغربان كانت بتنام. صوت طيرانها في الهوا حواليا كان جحيم، لدرجة اني خبيت راسي وبدأ الزق، بس كان فيه عصبية جامدة جدا. مشيت قدامهم وانا بحسس برجلي في الضلمة لغاية ما لقيت نفسي وصلت لدرجات سلم. السلم نازل مش طالع. مسكت في سور السلم وبمشي رجلي بشويش على الأرض عشان ما تقلبش على وشي. تقريبا نزلت دور تحت الأرض. السلم ما كانش طويل قوي،
كل ده أنا ماشي بنقر وغربان في ظهري. السلم خلص ولقيت باب قدامي، مشيت بإيدي على الباب لحد ما لقيت أكرة. فتحت الباب، كانت أوضة فيها شمعدان محطوط في الركن، وفي شمعة واحدة بس والعة. فضلت واقف لحد ما حد زقني من ظهري جامد جوه الأوضة وقفل الباب عليا. صوت المفتاح وهو بيدور في كالون الباب بره كان قلبي بيتعصر معاه. أنا اتسجنت. الأوضة كلها ما فيها شباك واحد، الأرضية تراب، معظم البياض واقع من على الحيطان، وعليها كتابات كتير ورسومات لغربان ونجوم، بس مش كاملة عشان البياض اللي واقع. طبعا لازم يبقى فيه فران، دي مقبرة مش أوضة. في سرير صغير في ركن الأوضة، القطن اللي كان طالع من المرتبة اللي عليه أكتر من اللي جواها، ومن كتر الوساخة اللي عليها مش عارف لونها الأصلي كان ايه. بس ايه ده؟ قعدت على الأرض وقربت من المرتبة أكتر. المرتبة عليها بقع دم، الدم كان غامق. بحط ايدي عليه لقيته لسه مكانه مبلول. رجعت لورا بظهري بسرعة بعيد عنها، بس خبطت في حاجة كانت على الأرض ومخدتش بالي منها أول ما دخلت عشان النور. خبطت في جثة أرنب ميت مرمي على الأرض، وجنبه طبق قذر فيه مية. أنا مش عايز أو مش قادر أصدق المعنى اللي جه في بالي. لأ، أكيد مش صح. مش عارف قد ايه وقت عدى عليا. أنا كنت قاعد على الأرض وساند على الحيطة، ضامم رجلي عليا وساند راسي على رجلي. كل شوية عيني تغفل وأقوم مفزوع على فار بيخبط فيا وهو بيجري، أو على كابوس، مع إني معتقدش إن في كابوس أسوأ من اللي أنا فيه دلوقتي. أنا عطشان وجعان جدا. صحيت من النوم على صوت باب الأوضة وهو بيتفتح. قمت بسرعة ووقفت في مكاني. الباب اتفتح، الغربان دخلوا كتير طايرين في الأوضة، والشمعة اتطفت. انت ما اكلتش ليه؟ مش بتحب الارانب؟ اتشدت من رجلي الاتنين على الأرض وإيديا اتكتفت. أنا كنت عمالة أرفص في الضلمة وأنا مش شايف حاجة، ومش عارف أنا بحاول أبعد أو أزوق يمين. مش اللي ما بيحبش حاجة لازم يدوقها الأول؟ فهمت اللي عايزين يعملوه. قفلت بقي جامد لدرجة إن حسيت إن فكي هيتكسر من كتر ضغطي عليه. بس مع أول عضة في دراعي وإحساسي بلحم دراعي وهو بيتشد صرخت، ومع صرختي لقيت لحمة نية في بقي، لحمة الأرنب الميت اللي كان على الأرض. تفتها من بقي بسرعة، بس لقيت غيرها وغيرها. ما قدرتش عليهم. مع صوت المفتاح وهو بيقفل عليا باب الأوضة من بره، الشمعة ولعت تاني. بصيت على جثة الأرنب، ما قدرتش أمسك نفسي. طلعت كل اللي في بطني على الأرض جنبه. افتكرت العضة اللي كانت في دراعي، ببص عليها ما لقيتش عضة، أنا لقيت خرم أسود صغير. استغربت جدا، أنا فعلا كنت حاسس إن حتة من دراعي طلعت، بس كان وجعني قوي. أنا دايخ وتعبان. اتقلبت على الأرض في مكاني، معرفش إذا كان إغماء ولا نوم، بس نمت. صحيت على صوت الباب وهو بيتفتح. عملوا فيا نفس اللي عملوه المرة اللي فاتت، بس المرة دي أنا كنت نايمة على الأرض، فمحتاجوش يشدوني ويكتفوني، لأني أصلا ما عنديش طاقة لأي حاجة. حطوا اللحمة في بقي، تفتها وأنا مش قادر. ضربوني على وشي وأكلوها لي تاني. المهم إنهم أكلوني وشربوني من الطبق اللي كان على الأرض، وسابوني في مكاني وطلعوا. بصيت على جثة الأرنب اللي نقص حوالي نصها. كنت باصص لها وانا راسي على الأرض جنبها، ودموعي مغرقة وشي لحد الأرض. غمضت عيني ونمت.
مع الوقت استسلمت، بقيت من غير أي مقاومة باكل وبشرب. أنا مبقاش عندي قوة لأي حاجة. أنا في حاجة غلط بتحصل لي ومش فاهمة. أصعب حاجة كانت نعي الغربان اللي مش بيسكت طول الوقت. صوتهم كفيل بإنه يجيب لأي حد انهيار عصبي، لحد ما في يوم مجوش خالص. حتى مش سامع صوتهم وهم بيطيروا برا، بس صوت نائهم مش بيسكت. الوقت بيعدي، أنا حاسس إن في مسامير بتقطع في جسمي. أنا عايز أكل، مفيش أكل ولا مية عندي. عدى وقت كتير قوي وأنا كنت بتلوى من الجوع على الأرض، كنت بصرخ. وشوية والباب اتفتح ورمولي حاجة والباب اتقفل بعدها تاني. هجمت على الحاجة اللي حدفوها، ومن غير ما أعرف هي إيه كنت بنهش فيها بسناني وباكلها. بعد ما خلصت أكل ببص على اللي أنا كنت باكله، لقيته كلب. صرخت وبعدت عنه وقعدت أضرب في بقي وبطني ووشي، وأنا دموعي سابقاني على الحال اللي وصلت ليه. بس لما تاني يوم برضو مجوش، قمت وبكامل إرادتي كملت أكل في جثة الكلب المرمي على الأرض. عدت الأيام، ما بقيتش اهتم اعرف انا باكل ايه، المهم اني باكل ولسه عايش. لا، والاغرب اني بدأت اميز ما بين طعم الحيوانات. مع الوقت لقيت ان طعمها مش وحش للدرجة اللي انا كنت متخيلها. في يوم لقيت باب الأوضة اتفتح، بس المرة دي ما طفوش النور زي كل مرة. لقيتها داخلة الأوضة وحواليها الغربان. أول مرة أخد بالي إنها جميلة قوي كده، يمكن عشان دي أول مرة أشوفها من قريب ويكون في نور. أنا ما كنتش قادر أنزل عيني من عليها. حسيت إن قلبي اتخطف، لدرجة إني حسيت إني فعلا مش قادرة أتنفس. دخلت وقربت مني، قعدت قدامي على الأرض. عايزاك معايا على طول، وأنا كمان. مش عايزاك تسيبني. وأنا كمان. أنا طول عمري لوحدي هنا، كنت مستنياك. وأنا كمان. هتتحمل عشاني أي حاجة؟ أي حاجة. فضلت بصة في عينيا وأنا زي المتخدر. حسيت بإيديها بتمسك إيدي، وبعدين حطت إيديها على كتفي، وفجأة لقيت نفسي بطير في الهوا لحد ما اترزعت في الحيطة بظهري ووقعت على الأرض. أنا كنت باصص لها باستغراب. ده أنا حبيتها. قامت وكانت واقفة في وسط الأوضة وعينيها كلها شر، وفردت إيديها. لا، مش إيديها، فردت جناحاتها السودا جنبها. وشها الجميل اتقلب بقى أسود، شعرها نزل على جناحاتها وكان بيطول بسرعة غريبة. أول ما نزل على الأرض كان ماشي بسرعة وهو بيتلوى كأنه تعبين وجاي ناحيتي. قبل ما أفهم إيه اللي بيحصل، شعرها كان مكتفني على الأرض ولف في حواليا، حتى مش قادرة أحرك إيدي ولا أفتح بقي. الغربان كان صوت نعائها عالي جدا، وكانت بتطير وبتطلع بره الأوضة بسرعة. أول ما الأوضة فضيت من الغربان وطلعوا بره، كلهم سكتوا هم واقفين على الأرض عند الباب وبيزقوا بعض عشان يشوفوا ايه اللي هيحصل. كنت شايفهم بطرف عينيا وانا على الأرض، هدوء، مفيش أي صوت. ولما واحد منهم جناحه عمل صوت في الهوا، هي بصت ناحيته بسرعة. بقى تراب في لحظة واحدة، وبعدها دورت ناحيتي تاني. أنا بصص لها ونفسي الأرض تتشق وتبلعني، أو أموت دلوقتي واخلص. أنا عايزة أهرب منها. فردت جناحاتها أكتر وقربت مني. كائن الظلم والجبروت، بتعيط لحد ما تقدر فتتجبر. ملعون، السماء تلعن الظالم، الأرض تلعن الظالم، الريح تلعن الظالم، الماء تلعن الظالم، والنار تلعن الظالم. الظالم لازم يتظلم. قعدت تصرخ كأن حد بيموتها،
جسمها طول جدا، كانت راسها واصلة لحد السقف وجناحاتها مغطية الحيطان حواليها. كانت منزلة راسها لتحت وهي بتصرخ، وفجأة رفعت عينيها ناحيتي، عينين نار في وش اسود كئيب حتى ملامحه مش باينة، وصوتها بدأ يدوي في المكان كله. بحق الظلم بحق الظلم الواقع، بحق الظلم بحق الظلم الواقع، رد الظلم على رد الظلم الظالم، على الظالم، كاسر النفوس كاسر وذابح النفوس وذابح الرؤوس، رد الظلم على رد الظلم الظالم على الظالم، بالقوة بحق والنار، القوة والنار، بقوة الدمار بقوة والشرار، الدمار والشرار، أميت الأبيض أميت الخبيث الأبيض الخبيث، وأحيوا الأسود وأحيوا الأسود النفيس، حرروا الظالم حرروا الظالم من من قيود قيود الظلم. الظلم. أغرب أغرب أغرب. مع نهاية كلامها كل الأوضة بقى نورها أحمر غريب، شعرها الملفوف حواليا بدأ يلف أكتر كأنه عايز يعصرني. ضوافري بتتخلع من مكانها، وحاسس بألف سكينة عمالة تدخل في جسمي كله. أنا بموت. فتحت عينيا وأنا في قمة الإجهاد. كنت في الأوضة بتاعتي، حسيت بإيد بتطبطب على شعري بمنتهى الحنية، لدرجة إني شكيت إن كل ده كان حلم وأمي بتلعب لي في شعري. اتدورت جنبي لقيتها هي، أجمل واحدة في الدنيا. شعرها الطويل نازل جنب وشي، ريحتها فيها سحر، أصلها أول مرة تقرب مني كده. ابتسمت وقالت بصوت من حنيته حسيت إني دبت فيه: قوم عشان تاكل وتعالى اقعد معانا برا. وسابتني وطلعت. قمت وانا حاسس اني نمت شهر من كتر العمق اللي كنت نايم بيه. كلت وانا مستعجل لدرجة اني معرفتش انا ايه اللي كلته النهاردة، والأول مرة باب الأوضة مفتوح. طلعت وكنت ماشي بشويش، حاسس اني متوتر او لسه بحلم. كانت قاعدة على الكنبة اللي في الصالة، ملكة، لا اكتر بكتير لو في اكتر، وقدامها الغربان كلها على الارض. من هيبتها وعظمتها كنت عايزة اقعد تحت رجليها، لكن هي شاورت لي اني اقعد جنبها على الكنبة. قعدت جنبها وفضلت باصص لها، مش مصدق ان القمر ساب السما ونزل على الارض واختارني انا من بين الكل عشان يبقى جنبي. بصت في عينيا وكأني اتسحرت، بس المرة دي قدرت اتكلم. انتي عملتي فيا ايه؟ حررتك من ايه؟ من الظلم. بس انا مش ظالم. الانسان ظالم. انا ما ظلمتش حد. لسه ما ظلمتش حد. انتي ظلمتيني. خليتك واحد مننا، والاختيار ليك تفضل او لا. هفضل معاكي. كانت قد كلامها معايا. انا اهلي كانوا وحشوني قوي وكنت عايزه اشوفهم. فضلت احوم حوالين البيت عايزه اشوفهم ومقدرش ادخل لهم انا، لحد ما لقيت ابويا طالع مع الرجاله عشان يصلوا العشاء، وكان باين عليه الهم. كان نفسي اقوله اني لسه عايش، كان نفسي اقوله اني بقيت احسن. فضلت اناديه بس ما سمعنيش او ما فهمنيش. اصل ما فيش انسان بيفهم نعيق الغربان.